سعيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سعيد. معك أخوك أبو خالد من سلطنة عمان شيخ. يا مرحبا، حياك الله أبو خالد. نشهد الله على محبتكم شيخ في الله. الله يجعلنا وإياكم من أحبابه يا رب العالمين. الله يجزيك الخير على ما تقدم خدمة الإسلام والمسلمين. خير، يا مرحبا بك، حياك الله، الله يحفظك. شيخ عندي سؤال لو تكرمت. تفضل الله يحفظك. أيهما أفضل في صلاة العشر، صلاة الوتر مع الإمام التراويح أم تأخيرها إلى صلاة القيام؟ جيد، أبشر أبشر. طبعا الله يجزيك الخير. الله يحفظك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان أكثر من اجتهاده في غيرها، وبالتالي إذا كان الإنسان سوف يصلي التهجد مع الإمام، فالأصل أن لا يوتر في أول الليل، بمعنى أنه يقوم يأتي بركعة ثم بعد ذلك يقوم مع الإمام. وأسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ أهل عمان. بالمناسبة عمان هي أول دولة عربية يصلون الفجر، يعني هي أول من يمر عليها طلوع الفجر ثم تشرق الشمس، فهم الذين يصلون الفجر قبل غيرهم. وعمان فتحها المسلمون سلما، كان يحكمها رجل اسمه جيفر وعبد ابن الجلندي، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم دعاة فأسلموا مباشرة. وهي عموما كان يسكنها العرب قديما، وفيه بعض الفرس بحكم أنها دولة بحرية، وفتحها المسلمون ورأى الصحابة من أخلاقهم ومن حسن تعاملهم شيئا كبيرا، وكان قبول أهل عمان للإسلام من أسرع من دخلوا في الإسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أصبح أميرا على عمان في ذلك الحين لمدة 2 وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمدحهم، حتى في صحيح مسلم من حديث أبي برزة بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من المسلمين إلى حي من أحياء العرب، فرفضوا دعوته وسبوه وضربوه، فلما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وآله وسلم: لو أهل عمان أتيت، لاحظ ما ذكر دولة أخرى، قال لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. رواه مسلم. يقول القرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم، يقول هذا يدل أن أهل عمان أهل أخلاق وأهل عفاف وأهل تثبت. ثم قال: وهم يدخلون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي مدح بها أهل اليمن ومدح بها أهل عمان. وهذا ذكره القرطبي، يذكر أني قرأته فيه. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا في المدينة فقال: كأنك غريب. قال: نعم. قال: من أين الرجل؟ قال: أنا من أهل عمان. ففرح به عبد الله بن عمر وابتهج وهش في وجهه وبش، وقال له: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنكم يا أهل عمان؟ قال له: بلى. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن بلدة على ساحل البحر يقال لها عمان، وذكر ثناء عليهم في هذا الحديث، منه لو جاءهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. وفي رواية قال: الحجة منها تعدل حجتين من غيرها. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ويضعفه بعض أهل العلم ويحسنه آخرون. فعمان أيضا هم كانوا من الذين نصر الله تعالى بهم في الفتوحات الإسلامية، لما وقعت معركة القادسية في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في السنة 16 من الهجرة، الذي وافق 637 للميلاد. بعث عمر رضي الله تعالى عنه لقتال في قتال الفرس في القادسية، فكان من أوائل من نصرهم أهل عمان. وأهل عمان بالمناسبة أيضا من القديم معروفون بالعلم والتقى. إذا ذكرت اللغة ذكرت الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، هو عماني. إذا ذكرت أيضا اللغة ذكرت أبا العباس المبرد صاحب كتاب الكامل. تذكر أيضا كتاب الجمهرة في اللغة، كلهم من أهل عمان. المهلب بن أبي صفرة الرجل السياسي النحرير المجاهد هو أيضا من أهل عمان. الحقيقة أشرف ومرحبا بك باتصالك أخي. وبالمناسبة أنا ما تشرفت إلى هذه الساعة بزيارة عمان بالرغم من اتصالات الإخوة، يعني بعض الجامعات وكذا يطلبون زيارتي، لكن ما تيسر لي. وأيضا حقيقة ما تيسر أن يكون لي أصدقاء، أنا عندي أصدقاء من عدد من الدول، لكن أهل عمان إلى الآن لم يدخل أحد منهم بيتي ولم يعني ألتقي به، فلعل الله ييسر إن شاء الله تعالى أن يكون لي زيارة إلى هذا البلد الطيب. تحية حقيقة لهم، تحية لمشايخهم الفضلاء، تحية إلى طلبة العلم.
وأسأل الله تعالى أن يجمع شملهم وأن يؤلف قلوبهم، وأسأل الله أن يصب عليهم الخير صبا صبا يا رب العالمين.